اهلا بيكم في قناة أصل، القناة اللي بتسأل الأسئلة اللي عمرك ما فكرت تسألها، بس لما تسمعها تقول هو انا فعلا كنت عايز اعرف السؤال ده. جاي اقولك النهاردة ليه الموز اول ما بتشتريه بيقعد يومين ويتحول لفيلم رعب؟ هو ليه ما كان عند التاجر تمام ومجرد ما دخل بيتنا قرر يبوظ؟ الموز الفاكهة اللي بتدخل بيتك صفرة وبتنتهي حياتها سودا زي فيلم ابيض واسود. الحقيقة ان الموز مش بيبوظ، هو بس بيكبر بسرعة. هو فاكهة سريعة النضج، اسرع من انك تلحق تعمل بيه حاجة غير انك تتفرج عليه وهو بيعجز. طب ليه بيكون حلو عند التاجر؟ عامة التاجر ده فنان، بيعرض لك الموز في لحظته الذهبية، لا هو ناشف ولا هو مستوي زيادة. هو عارف بالظبط امتى الموزة تقولك خدني معاك قبل ما تهري. اول ما الموز يدخل بيتك الجو بيتغير حرفيا، درجة الحرارة البيت والرطوبة وحتى نوع التلاجة كلها بتأثر. عامة اول يوم بيكون لطيف، تاني يوم بقع بني، تالت يوم واخدة تان. الموز بيطلع غاز اسمه الايسيلين وده بيخليه يستوي اسرع. طب لو الموز جنبه فواكه تانية، عايز اقولك بيسحبهم معاه لنفس حفلة النضج. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه والله العظيم؟ طب ايه الحل؟ لو عايز الموز يعيش معاك اكتر اشتري نص سوا، وكمان احفظه بعيد عن باقي الفواكه. طب لو استوى قطعه ودخله الفريزر ويبقى حلو في العصاير والسموزي. في الاخر الموز مش خاين، هو بس حساس. لو عجبك الفيديو ما تخليش دماغك تنضج وتنسى، دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس